ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ هنخزن النهارده مع بعض الباميه بطريقه جميله خالص وسهله وبسيطه. احنا عندنا حله هنا بنسيب الميه لغايه لما تغلي خالص. تمام. هنزل فيها بمعلقتين سكر صغيرين، وهنزل فيها بليمونتين. تمام. بعد كده بروح حاطه فيها ايه الباميه تكوني مقمعاها وغسلها كويس، تكوني ايه شطفاها شطفه كويسه، وتكوني شايله الحته اللي بتبقى تحت دي. تمام. زي ما انتم ما شايفين انا هحطها كده اهوت اهيت قدامكم. تمام. بسيبها تقلب قلبه يا جماعه، تقلب قلبه واحده بس. ادي الميه قدامنا سخنه اهيت زي ما انتم ما شايفين ومبين قدامكم قوي اهوت. انا بس بضغط عليها عشان كلها تاخد السخونيه اهوت. هسيبها هي مش هتكمل حوالي 4 دقايق او 5 دقايق على النار، لان الميه بتبقى سخنه زي ما انتم ما شايفين كده. يا دوبك هي هتقلب القلبه اللي هتبان قدامكم دي. ولو وصلتوا لحد هنا اتمنى انكم تعملوا لايك للفيديو ومتابعه للقناه، ودعمكم ده اللي هيخلي عيلتنا تكبر ان شاء الله على اليوتيوب باذن الله. يعني اهوت انا برضو سايباها قدامكم عشان يبان هنا اهوت. هي بالظبط خدت مني تصوير 5 دقايق. تمام. عشان برضو انتوا تبقوا عارفين، طبعا انا مسرعاها دلوقتي. هي دوبك هتقلب القلبه، هنكون احنا محضرين حاجه فيها تلج وميه ساقعه. تمام. عشان احنا نبطل تسويتها، عشان ما تفضلش ايه عماله بتستوي، يبقى انت كده برضو خليتيها طعمها وحش. يا دوبك احنا هنروح بقى ايه بعد ما تبطل غليان اهوت زي ما هو باين قدامكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا زي ما احنا ما عارفين، طب احنا ليه اصلا حطينا ليمون؟ الليمون ماده حافظه يا جماعه، هو اللي هيحافظ عليها وهيخليها تفضل لونها اخضر زي ما هي من السنه للسنه. والله الطريقه دي بجد خطيره، وبتخلي الباميه تفضل زي ما هي، لونها ما بيتغيرش، ما تسودش منك، ما يحصلهاش حاجه. فاهميني؟ برضو شوفوا انتوا عايزين ان شاء الله نعمل فيديوهات عن ايه، وحابين ان احنا نخزن مع بعض ايه، ونشوف احسن طريقه للتخزين ايه مع بعض. انا بالنسبه لي الايام دي ده وقت تخزين الباميه والمانجا. الحاجات دي ان شاء الله هنزل لكم برضو فيديوهات واحنا بنخزن المانجا مع بعض بطريقه برضو سهله خالص، وبتفضل من السنه للسنه. انا لغايه دلوقتي برضو لسه عندي اكياس منها. يعني يا جماعه خزنوا، التخزين ده ما بيخسرش، بالعكس ده مصلحه ليكي وفايده ليكي، وبتلاقي عندك حاجه في البيت تساعدك وتبقى موجوده. فاهمين؟ وهنا هو ابتدت تغلي زي ما انتم ما شايفين، هي اتقلبت القلبه اللي انا بقول لكم عليها، ودي الحاجه اللي انا حطاها فيها تلج. تمام. وعايزه تحطي فيها بلاستيكه حطي، عايزه تحطيها، بس انا في الاخر اصلا شلت البلاستيكه دي لان البلاستيكه ما كفتش. تمام. تعملي ايه بقى بعد كده؟ تكوني محضره فوطه. تمام. وتطلعي عليها وتسيبيها لحد ما تنشف. اول ما تبتدي بقى تنشف تبتدي بقى تعبيها كده في اكياس على قد الطبخه اللي انت بتستخدميها. يعني هو ده كان كيلو، انا بالنسبه لي الكيلو دوت على مرتين اهوت. وتفرغي الهواء من الكيس كويس، وتشيليها بقى في الفريزر او دي فريزر